تطبيقنا النهاردة يا شباب اسمه لاكي تاك. بإذن الله هخليك تربح في التطبيق ده بسهولة. أنا حبيت أشارك معاك تجربة تسجيل الدخول داخل التطبيق، وأحسب معاك عدد النقاط اللي أنا هقدر أحصلها في خلال ال8 دقايق اللي هي مدة الفيديو ده. طبعا في البداية بيقدم لك مجموعة النقاط، وأنا هسيب لك لينك مباشر للتطبيق تقدر تنزله تحت الفيديو. يعني تنزيل التطبيق ده حاجة ما تخليهاش في بالك دلوقتي. أهم شيء تركز معايا في شرح التطبيق. تطبيق بسيط مفيهوش أي لفة، مش هنستخدم VPN، مش هنستخدم أي مهمات ولا أي شيء. ولكن الطريقة اللي هنشتغل بيها التطبيق هي تطبيقة سليمة 100%. التطبيق مفهوش أي احتيال. طبعا احنا بناخد النقاط وندوس استلام. التطبيق ده هو نفس يوتيوب بالملي حرفيا، هو مش تيك توك، هو يوتيوب، وحتى فيه خانة خاصة بالشورتس. يعني هتشوف فيديوهات، هتشوف شورتس، وده كل شيء بنتعامل بالثواني، يعني الدقيقة حرفيا بفلوس. دقيقتك على التطبيق ده زي ما انت شايف هنا، احنا دخلنا على الفيديو وعملنا تشغيل. الصندوق الصغير اللي على الشمال ده هو اللي المفروض يحسب لنا عملات. فاحنا لو ضغطنا على التطبيق ده، لاني لسه ما سجلناش، انا اول مره انزل التطبيق حاليا قدامك، هيطلب مني التسجيل يا اما فيسبوك او جوجل. طبعا انا هسجل بحساب جوجل، فهسكب الكام دقيقه اللي انا هسجل فيهم دول. اخترت على طول حساب جوجل، والتسجيل مفيهوش اي مشكله. والتطبيق اعتقد هيشتغل معاك من اندرويد 5 او 6 وطالع، يعني هيشتغل على الهواتف المتوسطة والهواتف القوية، لان التطبيق مساحته قليلة، اقل من كواي وتيك توك. تمام يا شباب. طبعا هنا الفيديو زي ما انت شايف هنا بيحسب لي عدد الثواني، ده مستر بين او بي مش متأكد بصراحة. فالثواني بتتحسب، وفي المقابل بتاخد عدد عملات. طبعا في البداية عدد العملات بيكون كبير، بعدين بينخفض ويبدأ بقى عملية العملات. جمع العملات هيكون عشوائي، ممكن تاخد عملات كبيرة، ممكن تاخد عملات متوسطة، ولكن العملات سهلة جدا انك تجمعها. زي ما انت شايف انا مباشرة مجرد ما نزلت التطبيق وسجلت حصلت على ال8000 عملة دي. صندوق العملات ده صندوق بتاخده عشوائي، وفي صندوق هنا ورا كل فيديو تسمع الفيديو بيظهر لك صندوق جايزة، تحصل الجايزة منه، وبتكون في حدود 100 أو أقل من 100 عملة. تمام. زي ما انت شايف هنا عدد العملات اللي ممكن تاخدها من الدايرة أو اللي هي عجلة الحظ. بتجمع عجلة الحظ، وهي طبعا مكسبش عليك، بتبقى منخفضة لأنك محتاج دبل عدد العملات ده. يعني تضرب عدد العملات ده في 2 لما تسمع فيديو. بمعنى أنا هديك 60 عملة أو 50 عملة أو 9 عملات مثلا في كل مرة، زائد إن أنا ممكن أديك 200 عملة وأقول لك اسمع فيديو عشان تاخد الضعف. طبعا احنا مش هنعتمد على عجلة الحظ دي، انا بس بحاول اجمع نقاط قدامك بالطريقة الشرعية بتاعة التطبيق. التطبيق طبعا فيه مهمات زي انك تنزل تطبيقات، بس دي احنا مش هنلتفت لها دلوقتي، لان سبل الجمع هي سبل كتيرة جدا من خلال التطبيق ده. زي ما شافوا عدد المكافآت وبيحسبهم لك، بتختلف، ممكن 20 عملة اقل اكتر. طبعا دي طريقة من تقريبا في 6 أو ممكن 10 12 طريقة تجمع بيهم نقاط. ده غير دعوة الأصدقاء. دعوة الأصدقاء دي آخر حاجة هنتكلم عنها، وطبعا هي مصدر ربح كبير جدا 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 دعوة الأصدقاء، ولكن ليها شروط. كمان هقول لك الشروط دي لما أجي أوانها، أنا بس بحسب قدامك يعني بجمع النقاط. وهنتكلم على طرق السحب. طريقة السحب هي بسيطة جدا، أنا شايف إنها سهلة. طيب هنا بيعرض عليا طبعا الصناديق دي كلها، الأربع صناديق دي بتتجدد كل خلال وقت معين. مجرد ما تسمع فيديوهات الصناديق دي بتجمع تاني، اللي هو صندوق الجايزة بيتجدد تلقائي. تمام يا شباب. العلامات دي علامات العملات اللي هي 40 و90. هتضغط مثلا على ال90 هنا، هتاخد ال90 عملة دبل. تشاهد فيديو هتاخد 180 عملة. العملات دي بتنزل تلقائي على الشاشة كجوائز، هتلمهم كلهم طبعا 90 80 40، ممكن يكون 50 60 هكذا يعني. وبتسمع فيديوهات وتقدر تدبل عدد النقاط دي زي ما قلت لك. طبعا هنا دعوة الأصدقاء جميلة جدا. دعوة الأصدقاء هنا لأنك مجرد ما تدعي صديق بتاخد 4000 نقطة. بعدين مجرد ما صديقك يسمع أول فيديو ليه في خلال 30 ثانية هياخد 30 جوهرة. طب ال30 جوهرة دي أنا هستفاد بيها إيه؟ السحب مش بيكون على الجواهر، أنا هستخدمها في حاجة تاني، هستخدمها في السحب. تمام. لكن الوسيلة الأصلية إنك تسحب هي الجولد، ولكن أنا هستخدم الدايموند اللي هي الجواهر دي كعامل مساعد معايا. زي ما انت شايف هنا خانة الشورتس، وهنا الخانة دي خانة الشورتس زي ما انت شايف زي تيك توك بالظبط. يعني عايز تسمع فيديوهات طويلة، عايز تسمع الشورتس، تمام. الميزة هنا كمان ان انا بقول لك ان دي منصة يوتيوب مفتوحة. هيجي وقتها وهقول لك ازاي تستغل انك ما تشعرش بالملل وانت شغال على التطبيق ده.
ده المميز في التطبيق دونا عن أي تطبيق تاني. وهنتكلم أيضا عن طريقة السحب من التطبيق، إن هي منصة مفتوحة زي يوتيوب، إنك ممكن تبحث مثلا عن اسم القناة مثلا هكتب دولار من البيت، اسم القناة مثلا. عايز تبحث عن قرآن، عايز تبحث عن أي شيء، كل شيء متاح هنا على المنصة دي. وده الشيء المميز حرفيا في المنصة واللي مخليني محبذها. يعني حرفيا انت بدل ما تسمع يوتيوب وتفضل اليوم كله على اليوتيوب، انت ممكن تستغل المنصة دي وتقضي يومك عليها. انا طبعا خرجت هنا من التطبيق ودخلت تاني، لان الحركة دي بتخلي التطبيق يديك يعني عدد جولد معين. الجولد ده مثلا يقول لك ان انت حصلت على صندوق هدية بقيمة 230 عملة. طبعا الفيديو ده يا شباب انا صورته، يعني انت عارف ان المونتاج بياخد مني وقت، فانا مصور الفيديو ده على اكتر من جزء، عشان كده تلاقي ممكن الصوت مش راكب على الفيديو نوعا ما. تمام. هنا طبعا عدد العملات اللي انا قدرت اجمعهم في خلال بالظبط 13 او 14 دقيقة حرفيا، او يمكن اقل من كده. انا بسجل قدامك الفيديو ده ما خدش مني غير 13 دقيقة بس في التصوير كله على بعضه. قدرت اجمع ال 11,000 عملة. عايز اوريك طرق انك تجمع بيها. مثلا ممكن تخدش الكروت، خدش الكروت بيديك عملات وعجلة الحظ والعاب كتيرة جوه التطبيق نفسه، مش محتاج تطلع بره التطبيق. ده المميز في التطبيق. مفيش غير انك ممكن تنزل لعبة او تنزل كام تطبيق كده وتشتغل عليهم، وده عرض واحد من ضمن 12 عرض زي ما بقولك، او حوالي 8 عروض. يعني حرفيا انت ممكن تلعب فيه كذا لعبة، في ارمي النارد وفي كده. ولكن انا شايف ان دي عوامل مساعدة، انت اللي اهم عاملين انك تشوف فيديوهات. وزي ما بقولك هو بديل يوتيوب، فانت مش خسران حاجة. وكمان دعوة الاصدقاء وهي مهمة جدا. ال30,000 عملة هتحصل عليهم دعوة الأصدقاء لما صديقك حرفيا يستخدم التطبيق ده لمدة 3 أيام، يسمع في اليوم الواحد مش أقل من 10 فيديوهات. طب هتقول لي ازاي هيسمع 10 فيديوهات؟ دي فيديوهات كبيرة وعدد دقايق كبير. إن المنصة دي زي ما قلت لك شبيهة يوتيوب. لا، هو ممكن يسمع 10 فيديوهات شورتس، بمعنى الفيديو الواحد عمره 15 ل30 ثانية. يعني انت ممكن تسمع فيديو زي اللي انا كنت مشغله بتاع مستر بين ده، حرفيا الفيديو 10 دقايق او 12 دقيقة، هيقسمها لك على ثواني، على عدد ثواني معين، 30 ثانية في 15 30 45 وهكذا. بمعنى ان 5 دقايق كحد اقصى هتكون جمعت ال10 فيديوهات دي. طيب وهنا طريقة السحب، هتشوف طريقة السحب هنا طبعا كبيرة جدا. بايبال يعني عشان تسحب 10 دولار بايبال محتاج رقم خزعبلي بصراحة، ما انصحكش ببايبال. طيب هنا عملة باينانس. باينانس بيديك عملة اللي هي الشيب. عملة الشيب دي أنا هدخل دلوقتي على باينانس وأشوف سعرها كام قدامك. أنا طبعا عرفت سعرها كام، لأن زي ما قلت لك أنا صورت الفيديو ودلوقتي بحط التعليق الصوتي على الفيديو. هندخل على منصة باينانس ونشوف الشيب دي بكام. عملة مثلا، يعني نشوف بتساوي كام العملة دي. هندخل على باينانس ونبحث عنها. طبعا السحب يا شباب بيصل في خلال 3 ساعات. كل الجماعة اللي سحبوا وكل الأصدقاء اللي سحبوا واللي عارف إنهم السحب وصل لهم في 3 ساعات بس. زي ما انت شايف ده قيمة العملة، يعني مشابهة لعملة سويت كوين، نفس القيمة يعتبر مقاربة ليها. زي ما انت شايف هنا الدايموند برضو احنا بنستخدمه زي ما قلت لك هنا استخدامه في السحب. انك لو عايز تسحب 5000 عملة فانت محتاج 14000 جولد، ولازم يكون معاك 10 دايموند. لازم يكون معاك 10 دايموند اللي هو في الأسفل لو عايز تسحب. فانت هتحط الرقم التعريفي بتاع باينانس، او ممكن تربط حساب باينانس اصلا بالمنصة. بس ناخد بالنا ان حساب باينانس يستحيل يتغير، يعني ربطت حساب باينانس بالحساب ده مرة مش هتقدر تفك الربط تاني او تبعت لحساب تاني. فنركز ونختار حساب يكون موثق وحساب يكون مؤكد. لو محتاجني اعمل لك فيديو ازاي تعمل حساب باينانس، عينيا ليك، اكتب لي في الكومنتس وبكرة تلاقي فيديو نازل لحساب باينانس بإذن الله. لو لقيت إقبال طبعا هنزل لك فيديو ازاي تعمل حساب باينانس وازاي تأكده وازاي تاخد منه خصومات وحاجات جميلة جدا. ده كان باختصار، أتمنى تكون استفدت حاجة، والسلام عليكم.